النهارده احنا في بورش سنتر ايجيبت، وانا للاسف ضعفت. وبعد ما خلصت ال 911 كاريرا قررت اخش على الكهرباء. ما كنتش بحب قوي الكهرباء، بس العربيه دي جميله جدا، تستحق فعلا ان انت تعمل عليها ريفيو. انا اياد اسلام موسى، والنهارده هنعمل ريفيو على بورش تايكان. A mirar la luna, la 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 la. تصميم العربيه بورش تايكان خطير جدا وفيوتشر. فوانيس البورش تايكان شكلها شيك جدا، هنا الاشارات والعدسه شكلها جميل جدا. من بورش لازم تحط التاتش بتاعها في اقل تفصيله في العربيه. في فتحه تهويه، وهنا برضو كيب بتهوي بقى عشان موتور الكهرباء تهويه من هنا. ولوجو بورش الشهير مش محتاج اتكلم عليه. تصميم جميل جدا وفيوتشرستك، وانا شايفه جميل جدا، مفيش اي مشكله. جنط العربيه امامي 245 45 20. هو جنط مقفول، يعني في حتت مقفوله وحتت لا عشان نقلل الاير ريزيستنت. وهنا كاليبر بس مش باين كله. وهنا الحته دي تشحن منها، تعملها كده. في هنا شحن، مكان شحن، نقفلها تاني. في لمبه جوه زي ما انتم شايفين، شكلها انسيابي جدا وجميل قوي. كاوتش العربيه الخلفي 285 40 20، هو نفس اللي قدام بس عرضه اكبر شويه. ويجي ميشلان سبورت. زي ما انتم عارفين كاوتشات عربيات الكهرباء بتبقى زي البنزين قوي، بتبقى مختلفه في العزل وكام حاجه تانية عشان الصوت. الترانك الاماميه بتاعت البورش تايكان 84 لتر. استنى تعالى اوريها لكم. شوفين بتاع الاحمر، هي صغيره قوي يعني مش هتاخد زي شنطه صغيره متهيألي. وهنا حاجات المرور وفيها لمبه تزويد ميه المساحات. وهنا ده زيت الفرامل على ما اعتقد. بس فوانيس العربيه الخلفيه شبه استون مارتن، معرفش بتفكرني بيها، بس هي شكلها شيك جدا الصراحه. مع لوجو بورش اعتقد بينور، مش متاكد الصراحه. وهنا السبويلر اللي بيطلع وبينزل على حسب انت بتختار من العربيه. ومفيش طبعا ديفيوزر، هو بلاستيك، مفيش اي شكمانات بقى للاسف كهرباء. وبتفتح الشنطه من الزرار اللي هنا. هنا تايكان. بس ده ظهر العربيه زي ما انتم شايفين. شنطة العربية الخلفية 407 لتر، عائلية وحلوة جدا، وفيها مساحات من الجناب هنا ممكن تخزن فيها، وهنا مشايات، وسهلة في التحميل من هنا. وكهرباء تقفل وتفتح لوحدها كده. وبتفتح الأمامية والخلفية من الشاشة، ما فيش زرار زي ال 911 والبوكسر وكده، لازم تفتحها من الشاشة. نيجي عند أهم حتة عند بورش وهي الأداء. بطارية 800 فولت، وأقصى مدى لبورش تايكان هي 320 كيلو. وموتور العربية الكهرباء من بورش بيخرج 402 حصان و410 نيوتن متر. ولو عملت لها بوست من سبورت مود او كده ممكن يخرج فوق ال 420 حصان. كراسي باكيت سيت زي ما انتم شايفين، بتخلط ما بين الجلد والقماش. وهنا ريهيد ريسترز محفور عليها بورش، شكله جميل قوي. شاشة 11 انش، شاشة 11 انش. وهنا شاشة ديجيتال قدامك كبيرة برضو. ودي شاشة 8 انش ممكن تتحكم فيها من كل حاجة في العربية، زي الشنطة الأمامية والخلفية وكل حاجة. والطارة عليها الكانتارا هنا جميل جدا. ومفيش بادل شيفترز للأسف. وهنا ممكن تتحكم في درايف مود سيلكتر. والدركسيون البورش المتعودين عليه. وهنا ممكن تتحكم في انفوتيمنت سيستم من هنا، من الحاجات اللي في الدركسيون. والسماعات العربية بتيجي بوز، ودي اللي فيها كرونو باكج اللي بتحسب لك اللابس زي ما انتوا عارفينها. بس دي كانتش موجودة في 911 للأسف. والسقف بانوراما واخد العربيه من اولها لاخرها، بس للاسف ما بيتفتحش، بس شكله شيك جدا وجميل قوي. والهيد ريسترز حتى ممكن تتحكم فيها وتحركها، والكراسي كلها كهرباء. هنا في تايكان 2 كاب هولدرز. وهنا فتحه مسند، فيها مخرج هنا. وهنا البارك والفتيس بيبقى موجود في الحته اللي تحت الشاشه زي ما انتم شايفين. هنا مساحات الانوار، مثبت السرعه. ممكن تدور العربيه من هنا، بس طبعا هنا فيش تدوير، هنا كهرباء فتدوس تشتغل العربيه. وهنا ممكن تتحكم في المودز بتاعت الباب، سماعة بوز زي ما انتم شايفين. وهنا برضو جلد في كل حتة، وحتة شيك جدا من بوش. وازاز فريمليس دبل شكله جميل جدا. كان بتنور من هنا كده في العتب قدام، وهنا وهنا في كل حتة. الكرسي مظبوط وكل حاجة مقبولة، مش وحشة، بس هنا يعني رخمة سنة صغيرة. وهنا الشاشة بتحكم فيها من التكييف من هنا. 2 كاب هولدرز في المسند. وهنا كراسي برضو بتجمع بين الكانتارا والقماش. وفتحة بانوراما مكملة في كل حتة، سماعات بوز. وهنا ايرباجز. والعربية مريحة جدا وحلوة قوي من ورا، واسعة، بس هنا ممكن ما تجيبش بني آدم يعني.
والشاشه فيها ابل كار بلاي، اندرويد اوتو، وفيها سماعات بوز زي ما انتم شايفين ممكن تتحكموا فيها من الصوت. وهنا الشاشه بسيطه جدا وجميله قوي، والريفريش ريت بتاعها ممتاز وكلاسيك جدا. انت وفيها امبيانت لايتس زي ما انتم شايفين من هنا. عربيه يعني مش هتحتاج قوي عشان تفهم الشاشه لان هي كلاسيك جدا وبسيطه قوي. وهنا الشاشه اللي ممكن تتحكم فيها من تكييف وانفوتيمنت سيستم برضو، والشنطه اللي ورا واللي قدام حاجات كده يعني. كده نكون خلصنا ريفيو على بورش تاكان النهارده. اتمنى يكون عجبكم، ولو في اي حاجه قولوا لي في الكومنتس عايزين تعرفوها. وكمان انا شكلي بدات اقتنع بالكهرباء بعد ما شفت البورش دي، لان هي عربيه جميله جدا ومفيش حاجه مش موجوده فيها، ومش هتحسوا احساس البنزين. مفيش ريفز للاسف، كان نفسي اعمل لكم ريفز بس للاسف مفيش. هي الكهرباء شكلها هتكتسح بعدين قدام، بس يا رب البنزين يفضل موجود زي ما هو. انا اياد واشوفكم فيديو جديد.